السلام عليكم، اهلا بيكم معانا وحلقه جديده من حلقات مطبخ اسماء وسلمى. هنعمل مع بعض النهارده فراخ مشويه في الفرن مع البطاطس بتتبيله جديده جميله ورائعه. حضرت بقى كيلو ونص من اوراق الفراخ كده، غسلتهم كويس وفتحت لهم فتحات عشان ادخل التتبيله في الفتحات الفراخ ديت. طبعا الفراخ بتاعتي غنيه بالبروتين اللازم لبناء عضلات الجسم. هعمل بقى التتبيله. هحضر اول حاجه فيها نص فنجان من الليمون. انا مش بستخدم الليمون بس كده عشان هو طعمه حلو ومزز، لا ده بينظم عمليه الهضم، وكمان بيساهم في علاج اضطرابات المعده لانه غني بالالياف الغذائيه وغني بفيتامين سي. هاخد بقى كمان معلقتين من دبس الرمان. طبعا دبس الرمان دوت مفيد جدا في علاج امراض الفم واللثه، ده غير انه كمان بيساعد في عمليه الهضم خاصه هضم الاشياء الدسمه. خدت معلقتين كده وحطيت فصوص من الثوم طبعا عشان اعلي المناعه، ولو في زيت زيتون يستحسن طبعا يبقى افضل، وده فنجان من الزيت العادي. حطيته كده، وهبدأ احط معلقتين او 3 من الصلصة على الحاجات دي كلها واقلبها كويس، واجهز بقى التوابل بتاعتي. طبعا هقلب كويس الحاجات دي كلها في بعض. معايا مجموعة من التوابل بقى بتدي نكهة جميلة ورائعة. اول حاجة بقى القرفة بتحافظ على صحة القلب وبتقلل الكوليسترول الضار، ومعايا زنجبيل بيقلل من الام العضلات وبيعالج الصداع وبينشط الدورة الدموية، وشطة مفيدة في التخسيس، وكمان السماق مفيد في علاج الامساك ومشاكل الجهاز الهضمي وارتجاع المريء، ومعايا كركم بينظم مستوى السكر ومنع ارتفاع الانسولين وبيكسر الدهون في الجسم ومضاد للالتهابات، وروزماري طبعا مفيد في علاج عسر الهضم ومضاد للاكسده وبيقلل الغازات واضطرابات المعده. حطيت الحاجات دي كلها على بعض وقلبتها مع معلقتين من الملح، وهبدا بقى اتبل الفراخ بتاعتي كويس قوي. عايزه التتبيله بتاعتي تدخل في كل الفتحات اللي موجوده في الفراخ بالشكل دوت، هعمل لها مساج كده على قد ما اقدر، وادخل بين الجلد وبين اللحم وفي الفراخ كويس كده على قد ما اقدر. بصراحه التتبيله دي ريحتها خطيره من قبل التسويه، جميله قوي وسهله. الروزماري بيدي ريحه جميله قوي بصراحه في الاكل مع الليمون ودبس الرمان، بيبقى فيها نسبه مزازه كده خطيره بصراحه. بالشكل ده كده انا مسجت الفراخ كلها كده بالتتبيله، خليت التتبيله كلها داخله في الفراخ كده بالشكل دوت. هي طعمها كده قريب من المسخن الفلسطيني. حضرت بقى البطاطس بتاعتي مقطعاها صوابع كده كبيره، مش رفيعه ومش تخينه قوي، هحطها زي فرشه تحت كده للفراخ. ومعايا بقى بصل مقطعاه طرنشات وسط كده، لا رفيعه ولا تخينه. طبعا البصل بيقوي المناعه، ومعايا فلفل اخضر غني بالمغنيسيوم وفيتامين بي 6. جميل جدا ان انا احط حاجه خضراء مع الاكل. وبقيه التتبيله بقى اللي معايا هبدا اتبل بيها البطاطس والفلفل والبصل كده عشان تبقى برضو واخده طعم التتبيله. ومش هحط عليها ملح تاني بقى، خلاص كل حاجه متبله وفيها الملح بتاعها، فهتاخد كده بقى من طعم الفراخ وطعم التتبيله. وارص الفراخ بتاعتي على الوش بالشكل ده كده، بالشكل ده في السرفيس بتاعي. بصراحة ما بتاخدش اي حاجة. انا يعني ممكن اتبل الفراخ اقعدها ساعة او 2، لو قعدتها من بالليل ماشي التتبيلة يبقى افضل، بس انا بصراحة كنت مستعجلة فخليتها بس ساعة في التتبيلة. وحطيت بقى باقي التتبيلة على الوش كده عشان يحمر لي وش الفراخ بالشكل دوت كده، بالشكل ده. وهبدأ بقى بعد ما خلصت كده التتبيلة وجهزت السرفيس بتاعي هغلفها بقى بالفويل، اغلف الفراخ بتاعتي بالفويل وادخلها الفرن. هفتح الشوايه، هشغل من فوق ومن تحت الفرن، من فوق ومن تحت ساعه ونص. هخليها على الرف تحت مش في الوسط، تحت خالص كده بالشكل دوت زي ما احنا شايفين عشان ما تتحرقش مني الشوايه، وتحت شغال. وقبل ما اطلعها بقى من الفرن ب10 دقايق بشيل الفويل وبسيب الوش يتحمر كده زي ما انا عملت في المرحله دي بعد ما هي استوت. شايفين شكلها جميل ازاي، وكانت الريحة خطيرة وبجد نكهة جميلة وجديدة قوي. الروزماري كان طاغي يعني في التوابل، فكانت ريحته جميلة قوي بصراحة. حتى انا سبته كده ما طحنتوش في الخلاط، سبته كبير كده عشان يبان ويبقى طعمه مفيد. وده شكل الفراخ بتاعتنا بقى، شايفينها البطاطس مهرية بعد ساعة ونص من التسوية. بصراحة البطاطس مهرية جدا، مش عارفة اطلعها مهرية خالص، دايبة دوب. والفراخ ما شاء الله كانت خطيرة بجد، كانت رائعة، وغيرنا طعم الفراخ ونكهة جميلة كده بصراحة، ومشوية في الفرن مش دسمة ولا حاجة، وكان طعمها خطير وقلب الدنيا خالص. ريحتها كانت خطيرة قوي وجميلة، كل اللي كلها عجبته بصراحة. شايفين فصوص الفراخ دايبة ازاي، خطيرة. ده شكل الوصفة بتاعتنا بقى. لو عجبتكم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس، ونتقابل على خير في وصفة جديدة مفيدة من وصفات مطبخ أسماء وسلمى.